السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السعودية اليوم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طالب الكاتب السعودي خالد الزعتر بتدخل عسكري عربي لاحتلال دولة قطر. وقال الزعتر في تغريدة على حسابه تويتر: قطر تجردت بالكامل من ملابس عروبتها ولم يعد شيئا يستر عورتها، واعتادت على الجلوس في أحضان تركيا وإيران. لا بد من تدخل عسكري عربي يستر عورة هذه الإمارات الصغيرة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير سابق نقلا عن مصادر مطلعة ودبلوماسي عربي إن دولة الإمارات تعمل بكل قوة على تخريب جهود حل الأزمة الخليجية. ونقلت الوكالة عن المصادر أن أبو ظبي لا ترغب بالمصالحة الخليجية وتحاول إبقاء السعودية والدول الأخرى في عدم التصالح مع قطر. حذرت مصادر سعودية من حسابات وهمية تنتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود. وادعى حساب الأميرة السعودية المزيف على تويتر أنه يقدم معونات لدعم العائلات المحتاجة، وأنه يمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال حساب تاريخ آل سعود الرسمي: يجب الحذر منه وعدم تحويل أي مبالغ مالية له أو أي معلومات شخصية. وقد تم توثيق حساب الأميرة نوف على الرغم من زيفه، وتمكن من تجميع أكثر من 18,000 متابع. وفي هذا السياق كتب الأمير سلطان بن خالد آل سعود: هذا الحساب ينتحل شخصية أميرة، والمشكلة الأكبر أن الحساب موثق ويعرض مساعدات للمتابعين له ويطلب منهم مساعدات على الخاص. فيجب على جميع الأخوة والأخوات أخذ الحيطة والحذر من هذه الحسابات التي تستخدم من أجل عمليات نصب واحتيال والإبلاغ عنها. وجهت السعودية صفعة قوية إلى الهند، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام باكستانية مصالحة من جانب الرياض لبلادهم، وذلك بعد موقفها غير الحازم بشأن إقليم كشمير. وانشغلت وسائل الإعلام في الهند وباكستان عملة الجديدة التي أصدرتها السعودية من فئة 20 ريال، والتي ظهر في خريطتها من الظهر إقليم جامو وكشمير منفصلا عن الهند. وعلى الفور قالت وزارة الخارجية الهندية: لقد أبلغنا انشغالنا الجدي إلى السعودية بشأن هذا التحريف الجسيم للحدود الإقليمية الخارجية للهند في ورقة بنكية رسمية وقانونية للمملكة العربية السعودية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سيرفا ستافا في مقطع فيديو: لقد طلبنا من المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة بهذا الشأن. وأشادت وسائل إعلام باكستانية بالخطوة السعودية الجريئة في دعم باكستان بقضية كشمير، فضلا عن رغبتها في إنشاء حكم ذاتي ومستقل للمسلمين بإقليم جامو. جدير بالذكر أن الورقة النقدية من فئة 20 ريال صدرت يوم 24 من أكتوبر الجاري احتفالا بتنظيم المملكة العربية السعودية قمة مجموعة 20 G20 يومي 20 و21 من شهر نوفمبر المقبل. وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان مع عدد من الدول الأخرى بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير. وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بتويتر: أود أن أشكر جميع الدول الصديقة لزلزال إزمير الذي قالوا إنهم مستعدون للمساعدة من خلال نقل رسالة التعازي والتعافي قريبا. وأضاف الرئيس التركي: نحن نقف مع مواطنينا في الميدان مع جميع مؤسساتنا مثل جمهورية تركيا، وضعنا الحقيقي بالضبط،
ونشر أعلام 66 دولة ساعدت تركيا. وضمت القائمة التي نشر أردوغان أعلامها هي السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن وليبيا حكومة الوفاق، بجانب دولة أوروبية أبرزها اليونان وإيطاليا وألمانيا والاحتلال الإسرائيلي. وتعيش ولاية إزمير غربي تركيا منذ الجمعة على وقع زلزال عنيف ضرب في بحر إيجا وتسبب بوفاة 25 شخصاً وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة عن جزء من تفاصيل عملية القبض على ضابط سعودي رفيع المستوى تورط بالحصول على مبلغ 400 مليون ريال، أكثر من 106 ملايين دولار، على شكل رشاوي في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد. وكانت نزاهة كشفت الجمعة عن مباشرة أكثر من 100 قضية فساد في الفترة الماضية، وبينها إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة للتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريباً. وتقول الهيئة إن تلك الأموال كانت مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى، واستخدام الضابط لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع العقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. وقال المتحدث الرسمي باسم نزاهة أحمد الحسن: الضابط السعودي استغل رتبته ومنصبه والصلاحيات الممنوحة له في إجراءات طرح المشاريع في الوزارة التي يعمل فيها، ومن ثم ترسية تلك المشاريع. وأضاف الحسن في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة خارجية أن الضابط استغل أيضاً غياب رقابة الجهة التي تتبع لها المشاريع على تنفيذ مشاريعها، ما مكنه من الاعتداء على المال العام وتقويض جهود الدولة في التنمية على حد قوله. وتم الكشف عن قضية الضابط ضمن قضايا أخرى كان من اللافت بينها تورط موظف في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ذاتها في إحدى قضايا الفساد، بجانب تورط قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط رفيعي المستوى ومسؤولين حكوميين بارزين وموظفين في النيابة العامة بقضايا فساد أخرى. أوقفت السلطات المختصة في السعودية قاضياً وعضو مجلس شورى سابقاً وضباطاً رفيعي المستوى ومسؤولين حكوميين بارزين وموظفين في النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعد تورطهم بقضايا فساد مليونية جديدة. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة في بيان رسمي إنها باشرت 123 قضية جنائية مؤخراً، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي نزاهة ذاتها ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن سعودي لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية. وأضاف البيان أن قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة تمت بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تم إلغاء سكي استحكام بمساحة ضخمة بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاض عضو مجلس شورى سابق ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامي وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج السكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. وفي قضية ثالثة تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة للتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية
بلغت 400 مليون ريال تقريبا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى، واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها